السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد ومهم جدا وهيفرق في حياة ناس كتير، وهو إن العلماء أخيرا اكتشفوا علاج لمرضى السكر. فمن غير كلام كتير يلا بينا على الفيديو. أولا كده عزيزي المشاهد، قبل ما نتكلم عن العلاج هنتكلم عن أسباب مرض السكري، واللي هي واحد: نقص إنتاج البنكرياس لهرمون الأنسولين، واللي هو الهرمون اللي بينظم مستويات السكر في الدم. عشان كده مرضى السكر، أو لو السكر عالي بدمهم، الدكتور بيكتب له حقن أنسولين. والسبب التاني وهو الإصابة بالمرض في مراحل متقدمة من العمر. المريض لما بيكبر في السن المرض بيجيله، وده سببه بيبقى عدم استجابة الخلايا لهرمون الأنسولين. في أكتر من 422 مليون شخص مريض بالسكر حاليا، ويعتبر مرض السكر من النوع الأول بينصاب به الناس بأعمار مبكرة، وللأسف بيأثر على حياتهم بشكل كبير، بحيث إن مريض السكر حياته بتتغير 180 درجة. وده سببه إنه لازم يمنع السكر من أكله، ومش السكر بس، أكتر من حاجة زي العيش، ويقلل الرز، ويقلل المكرونة ومعظم النشويات تقريبا. وبالإضافة إلى حاجاتهم للأنسولين الصناعي، واللي قلت سبب حاجته في أول الحلقة. وللأسف الشديد في بعض الأحيان مرضى السكر بيحتاجوا إنهم يبدلوا البنكرياس بتاعهم عشان يتعالجوا من المرض. بس الطريقة دي بيقابلها مشاكل كتير جدا، زي نقص في الأعضاء المتبرع بيها، وعدم وجودها، وعدم استجابة الجسم بسرعة للعضو الجديد، وعدم قابلية الخلايا، والأعراض الجانبية للأدوية اللي بياخدها المريض، واللي بتضر المريض بعد فترة طويلة من الاستخدام. وكل الطرق اللي احنا قلنا عليها دي كمان مكلفة ومش متوفرة لكل الناس. صلب موضوع الحلقة بقى: في الفترة الأخيرة مجموعة من الباحثين والعلماء في جامعة موناش الأسترالية اكتشفوا طريقة جديدة لعلاج مرضى السكري عن طريق الخلايا الجذعية. ودي خلايا بتقدر تتحول لأي خلايا في جسم الإنسان. والخلايا اللي في البنكرياس عامة يعني اسمها خلايا بيتا، ودي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين في الجسم. وعند مرضى السكري من النوع الأول الخلايا دي بتكون تالفة ومش بتأدي مهامها بسبب وجود بروتين ال EZH2. فريق البحث الأسترالي وقائدهم واحد اسمه سام الوسطى، وده عالم مش سواق على فكرة، خدوا خلايا بنكرياسية من مريض سكري من النوع الأول، واستخدموا علاج بيوقف عمل بروتين ال EZH2، واللي بدوره بيسمح للخلايا الجذعية البنكرياسية إنها تتحول لخلايا تشبه خلايا البيتا، أو إن الخلايا القديمة تشتغل عادي. والطريقة دي لسه جديدة ومحتاجة تطوير كتير، ولكن بإذن الله هتساعد ناس كتير جدا إنهم يعيشوا حياة حلوة بدون تعب، لأنها مش بتحتاج إنك تعمل عملية أو أي تدخل جراحي خالص. وأهم حاجة في الدراسة دي إنها أثبتت إن الخلايا البنكرياسية بعد زوال بروتين ال EZH2 وتوقف عمله بيتعاد تنشيطها تاني ويشتغل عادي جدا. وبس كده، ده كان كل حاجة في حلقة النهاردة. ما تنساش بقى تشترك في القناة لو انت مش مشترك، ولو عندك أي سؤال مش لاقي له حل تقول لي عليه في التعليقات. وبس كده، مع السلامة.